وهل علينا الصيف بروايحه الحارة. وزي ما انتوا شايفين الصيف داخل بقلب جامد كده وبحرارة شديدة، وطبعا ده اول روتين صيفي اعمله معاكم. في حاجات كده لازم اعملها قبل دخول الصيف وقبل ما نبتدي في الصيف، ومن ضمن الحاجات الكتير اللي لازم اعملها ان انا اطلع كل الهدوم الصيفي بلا استثناء، كل اللي احنا شايلينه ان انا اديها شطفة وغسلة سريعة. وده اللي هنعمله في الروتين ده مع ترتيب الدولاب مع اكلة بسيطة كده، لان احنا برضو كنا صايمين. عايزين بقى يا مرات قبل ما نخش في الروتين ونشوف هنعمل ايه، ما ننساش الصلاة على حبيبنا المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. اكسروا من الصلاة على رسول الله. عامله ايه يا قمر؟ عايزاكي بقى ما تنسينيش باللايك، ولو انت اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد انزله. وزي ما انتم شايفين كده اللي انا بعمله، طبعا كل الهدوم اللي قدامكم دي هدوم صيفي، والهدوم دي انا بالفعل شايلاها نظيفه في الشنط بتاعتها مخزنينها نظيفه. بس طبعا مفيش مانع ان احنا نديها شطفه، وده بصراحه المعتاد اللي احنا متعودين عليه واللي مامتي معودانا عليه، ان احنا لازم قبل ما نلبس الهدوم سواء كانت في الصيف او في الشتاء ان احنا نبدا نديها شطفه كده وغسله سريعه. عشان طبعا هي مركونه معاكي في الدولاب، يعني يعتبر نص السنه مركونه معاكي 3 4 شهور 5 شهور، فطبعا بتبقى في وقت طويل معاكي في الدولاب ما تضمنيش اي حاجه تكون موجوده ايه. فلا قدر الله عشان اطفالنا ما يجيلهمش حساسيه واحنا ذات نفسنا جسمنا ما يتحسس من ركنه الهدوم، بنبدا نديها شطفه. وهي شطفه سريعه، مجرد ما انا بحط الميه في الغساله وشويه الاوكسي اللي انا بحطهم مش المعتاد اللي انا بحط كميه صغيره، وبتبدا تاخد بس لفه وان انا افتح الهدوم واشطفها جواها زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده بشطفها في العصاره وبنشرها طبيعي جدا ولا فيها اي مشكله. هي بتاخد وقت ومجهود، مش هقول لكم ان هي سهله وبسيطه وسريعه، لا بتاخد مجهود شويه. بس عايزه اقول لكم في دخول الصيف او في الشتاء بتحسي ان الدولاب كله اتغسل وتنضف معاكي، وتحسي ان الدنيا كلها كده رايقه وفايقه معاكي، وتحسي ان الدولاب ما فيهوش حته مش نظيفه ولا مبقعه معاكي، تحسي ان دولابك كله نظيف ما شاء الله اللهم بارك. خطوه متعبه شويه بس لا بتفرق معانا طول الصيف، وبتبقى حتى كمان وانت بتعملي الخطوه دي بتنقضي تشوفي ايه الصغير ايه الكبير إيه اللي ينفعنا السنه دي إيه اللي لا نكمل عليه. بتفرق معاكي الخطوه دي بقى في الكلام ده، ان انت بتشوفي محتاجه حاجه تجيبيها السنه دي ولا ممكن تمشي حالك بالوضع اللي انت ماشيه عليه، وتشوفي ترتيبك ودنيتك هتبقى عامله ازاي. زي ما انتم شايفين انا طبعا بحط الميه في الاول، ببدا احط دور ما بغيرش الميه تاني، بكمل عليها بنفس الميه اللي موجوده. لو احتجت ازود ميه او اوكسي عادي مفيش مشكله ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم بقى انا ابتديت الكلام ده بالليل قبل ما انام، عشان كنت صبحه عارفه ان انا الصبح هقوم انزل بقى كل حاجه. فطبعا عشان ما انزل الدولاب وابدا احط حاجه بداله قلت لازم اغسل بقى الحاجات اللي هبدا ادخلها في قلب الدولاب. طبعا الهدوم دي ما كانتش موجوده معانا في الدولاب، كانت موجوده في شنط تحت السرير معانا، فهنبدا بقى نغسلها ونظبطها وكده. بالليل كنت جهزت الوضع ده ان انا غسلت كميه حلوه يعني مش وحشه، وبدات ان انا احطها على المنشر الداخلي، لان انا بالليل ما بحبش افتح الشباك انشر عليه عشان الناموس بيبهدلنا قوي 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 قوي. فبنشر على المنشر الداخلي اللي موجود عندي. طبعا الهدوم الجفافه يعني مجففاها شويه ما فيهاش ميه ولا اي حاجه، مجرد ان انت هتهويها. فانا طبعا بالليل رحت عامله العمله دي، وصحيت الصبح رحت مكمله دور غسيل تاني قبل ما اخش على الدولاب عشان يبقى عندي كميه هدوم محترمه احطها في الدولاب. وطبعا هنكمل طبعا بقى هنبدا نخش نشيل الهدوم الشتوي اللي موجوده في الدولاب بالشنط اللي احنا فضيناها. طبعا الشنط الهدوم دي كلها كانت في شنط موجوده، ففضينا كل الشنط دي، فالشنط دي فاضيه معانا. وفي شنط شتوي اصلا كنت شايلاها، لان الهدوم الصيفي لما بتيجي تخزنيها ما بتاخدش مساحه زي الهدوم الشتوي. الهدوم الشتوي بتاخد مساحه لما بتطلعيها في الدولاب، ولما بتيجي تخزنيها بتبلع الدنيا. غير الهدوم الصيفي والله ممكن تمشيها بشنطتين 3 كده والدنيا بتبقى سهله معاكي، انما الهدوم الشتوي حتى في تخزينها بتحتاج شنط كتير. فبالتالي كان عندي شنط فاضيه غير الشنط اللي انا فضيتها. فطبعا كل ده فاضي عندي، هبدا بقى الملم كل الهدوم بقى الشتوي اللي موجوده في الدولاب اللي احنا مش محتاجينها تماما، وهبدا بقى ان انا ارولها زي ما انتوا شفتوا على المنشر كده. انا كنت نشرت هدوم بره، والهدوم اللي جوه شغلت عليها المروحه وقفلت، لاني عايزه اقول لكم كان الجو نار نار، ربنا يحفظنا من نار جهنم يا رب العالمين. فعايزه اقول لكم ان انا قفلت الستاره وشغلت المروحه على الهدوم اللي جوه، وقلت الشمس هتظبط الهدوم اللي بره. بدات بقى اخش كده الم الهدوم، وزي ما انتوا شفتوا على المنشر في بقى الحاجات اللي لقيتها قدامي من ضمن اللي كنت غسلاه، لقيت كده شويه حاجات شتوي بلفها زي رول كده. وطبعا طريقه التخزين دي بتاعتك انت تقدري تتصرفي بيها، انا بلفها رول كده بحس انها ما بتاخدش مساحه معايا في الشنطه، وبحس ان الشنطه كفت معايا كتير. فببدا ان انا الفها
واحطها كده جنب بعضها وفوق بعضها وارصصها في الشنط، وهوريكم كمان شويه انا برصصها ازاي. عايزه اقول لكم بقى فضيت كل الشماعات، وزي ما انتم شايفين الولاد كانوا مبهدلين الضرفه بهدله، والدولاب كله بلا استثناءات لقوه متبهدل. بس طبعا انا بقى ما اهتمتش في الفتره الاخيره، لان انا عارفه ان انا كل الهدوم دي هتتلم وهبدا اطلع الهدوم الصيفي. بس انا عايزه اقول لكم بفضل راحه جايه عليهم، لان هم زي ما انتم شايفين بيبهدلوا الدنيا وبيكسروا الشماعات. ما عادش عندي شماعات ان انا اعلق عليها. بصوا مكسرين كل حاجه، ربنا يهديهم ويصلح حالهم يا رب، ويصلح حال اولادكم جميعا يا رب العالمين. المهم يا امارات، عايزه اقول لكم ان انا عملت خطوه بقى كمان، ان انا غسلت الشماعات، وهي هبت في دماغي ان انا اغسل الشماعات، ومش ده المعتاد اللي انا بعمله. الكلام ده انا عملته مثلا في سنين جوازي كلها، مثلا في ال 14 سنه 3 4 مرات. بحس ان الشماعات كده فيها تراب، فيها حاجات عايزه تتغسل. المهم ان انا خدتها شطفتها بشويه ميه كده بسيطه، مش باريال ولا باي حاجه، بشويه ميه كده شطفتها في السريع، وبدات ان انا اقعد انشفها بفوطه من فوط المطبخ، وكانت نظيفه وجاهزه معانا. طبعا الخطوه دي انا ما رضيتش اجيبها لكم، لان هي مش فرض عليكي تعمليها، او مش فرض ان اي حد يعملها، لان يعني دي حاجه كده ايه حبيت انا اعملها من نفسي. تعالوا بقى بصوا التراب عندي اللي ما بيخلاش من الدولاب وما بيخلاش من الشقه، بسبب ان انا ساكنه على الشارع. طبعا الناس اللي ساكنه على الشارع هتعذرني، لاني هتعرف كميه التراب بتبقى موجوده عامله ازاي. انا عندي كميه تراب محترمه، ببقى لسه منضفه وعامله روتين عميق قوي، ويوم او اتنين احس ان التراب في الشقه كاني ما عملتش حاجه. فدي حاجه بتضايقني جدا، من ان انت تبقي ساكنه على الشارع، وان انت تبقي ساكنه على طريق عمومي. يعني رغم ان هي حاجه حيويه وبتحسي ان انت الناس رايحه جايه عليكي، بس متعبه بقى في التنظيفات. المهم يا امارات، جبت بقى اللاستر بتاع اللي هو ملمع الاخشاب، ريحته حلوه قوي قوي قوي، في زيت عطري بيدي ريحه جميله قوي ومميزه قوي كده. عايزه اقول لكم لما برشه على الخشب وبنضف بيه الاوضه، يعني جوزي والولاد بيخشوا مش عايزين يخرجوا من الاوضه من ريحتها وجمالها، بيدي ريحه في الاوضه كلها، وبيخلي الاوضه كده ريحتها اللهم بارك جميله جدا. المهم رحت منضفه كده وملمعه الدولاب حلوه قوي قوي كله، وجهزنا الضرفه، والضرفه كده نظيفه وجاهزه معانا ان احنا نبدا بقى ندخل الهدوم الصيفي فيها. الهدوم الشتوي بقى اللي انا رميتها ورايا على السرير دي كلها، هبدا ان انا ارولها كده زي ما انتم شايفين، واحطها في الشنط زي ما قلت لكم. وهي دي الطريقه اللي انا بخزن بيها الهدوم، ما بعملش فيها اكتر من كده. عايزه تحطيها بتطبيقتها مفيش اي مشكله، حطيها بتطبيقتها برضو. يعني انت شوفي وشايفه انت كست بيب بتبقي شايفه المساحه بتاعتك ايه بتاخد ازاي وبتمشي حالك ازاي. هو انا برولها كده بطريقه بسيطه ما فيهاش اي يعني ما بفتكس ولا اي حاجه، وببدا الشنط اللي انا راكناها ابدا اخزن بقى فيها الهدوم بتاعتي كلها. وزي ما اتفقنا ان هدوم الشتاء، عايزه اقول لكم انا لحد الان عملت 4 شنط، ولسه يعني محتاجه شنطه او 2 كمان، لان بصراحه هدوم الشتاء فظيعه. بس يعني ايه، يعني بتبلع الدنيا خالص بصراحه، سواء تخزين ولا سواء انت تطلعيها معاكي في قلب الدولاب بره. انا بحطها بالطريقه دي كده في الشنطه لحد ما بطلع خالص لاخر الشنطه، بتبقى بنفس الطريقه معانا، وبحس ان الدنيا مترتبه ومتنظمه معايا. ان لما اجي اطلعهم اديهم شطفه بتبقى الدنيا سهله وسريعه معايا. بحط الشنطه قدام الغساله وببدا اسحب منها واحطها، لان انا ببقى حاطه كل ترنج مع بعضه او كل تيشيرت وبنطلون مع بعضه. في الوقت ده كنت خلاص نظفت الشماعات وبدات ان انا اجيبها. طبعا القمصان دي انا كنت شلتها هرجعها تاني، هحط بقى كل التيشيرتات والترنجات والحاجات. طبعا مش كل حاجه اتغسلت معايا، لسه في حاجات انا بصراحه مستمره في غسلها، بس قلت انزل معاكم بالروتين عشان ما نتاخرش مع بعض على الروتينات. لاني طبعا لو استنيت ان انا اخلص الدولاب كله يبقى مش هنزل معاكم دلوقتي، لانه بيقعد معايا من 2 ل3 على حسب ما انا بقى يعني اجتهدت فيه قد ايه. وانا بصراحه ما اجتهدتش فيه قوي، اللي هو بتدلع على مهلي، لاني زي ما قلت لكم احنا كنا صايمين، فهم دول شويه الحاجات اللي انا صحيت تاني يوم عملتها، وبدات ان انا ارتب الدولاب، وهم دول الحاجات اللي غسلتها. هبدا اروح اشيل الحاجات اللي في الدولاب التاني اللي هو في ضرفتي بقى، وشايفين المنظر صعب بصراحه. المهم ان انا هبدا اشيل كل الهدوم الشتوي دي اللي احنا مش هنلبسها، عشان ان شاء الله نطلع بدلها الهدوم الصيفي باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. وطبعا انا كده فضيت اهو، بصوا بدات الم بنفس الطريقه اللي قلت لكم عليها، وكله كده هيتلم معايا بنفس الشكل ده. وهنجمع مع بعض الشنط، عشان انا لحد الان مش عارفه اشيلها تحت السرير ولا اشيلها فين. لسه هشوف. انا كنت في الطبيعي بحط جزء تحت السرير وجزء كده في الدولاب من تحت، بس مش عارفه لسه انا هرتب اموري ازاي لحد الان، لان انا لسه ما خلصتوش. المهم دول كده كميه الهدوم اللي انا عماله اشيلهم معاكم. تعالوا بقى نبدا بقى، خلاص المغرب هيأذن علينا واحنا صايمين، لازم نحضر فطار كده في السريع. وعايزه اقول لكم انا كان عندي اللارنج اللي هو كنت عامله بيه فراخ قبل كده، فكان عندي كميه طبعا ما رميتهاش، شلتها في الفريزر موجوده معايا. بدات ان انا اطلعها هي والستريبس اللي موجود معايا ده، وحطيتهم تفك مع بعض طول النهار لحد ما خدت من التتبيله، وبقيت رايحه جايه بصراحه اقلبهم كده بالمعلقه، بحيث ان الستريبس ياخد
بتاخد من طعم التتبيله اللي موجوده في الرنج معانا. وبدات بعد كده ان انا اطلعه، وحطيت كيس فيه شويه فيجيتار كانوا فاضلين عندي، مع شويه دقيق بقى متبهر بقى بكل البهارات اللي موجوده معاكي. وبدانا نديله تقليبه جامده قوي 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 كده، وهنبدا ننفضه من الدقيق زي ما انتم شايفين، من الدقيق والفيجيتار. وهنبدا بقى نحطه معانا في طاسه سخنه جدا كده من الزيت، وهنديله تحميره معانا كده سريعه. وهنعمل مع بعض شويه مكرونه اللي هي برده بفلفل وتوميه وطماطمايه، بتبقى حلوه قوي يا بنات، بتبقى جميله وسريعه وبتبقى طعمها حلو جدا، اللهم بارك. وطبعا انا عايزه اعمل حاجه تنجزني، عشان خاطر زي ما انتم شايفين ورانا الدولاب كده عايزين ننجزه عشان ما يطولش معانا، عشان الولاد ما يبهدلوش الدنيا معانا. زي ما انتم شايفين كده هنقلي الستريبس كده على طول، وهنكون بعديها مجهزين حاجه المكرونه. مش بتاخد معاكي 10 دقايق على النار، هي مجرد ما بتحمريها بتحطي فيها طماطمايه متقطعه تقطيعه صفيري صغننه، وفلفل نفس القصه، وبتحطي فيها معلقه توم صغيره وشويه فلفل اسمر ومكعبين مرق الدجاج، وبتزودي الميه بتاعتها بس شويه او الشوربه بتاعتها بس شويه، عشان خاطر هي بتبقى المكرونه حلاوتها مش وهي ناشفه وجافه كده، بيبقى فيها شويه شوربه كده، تحس ان هي ايه يعني مكرونه بصوص خفيف كده، بتبقى جميله بصراحه، وبتبقى اللهم بارك حلوه. وهو ده اللي عملناه الفطار في اليوم ده، وكان فطار سريع ولذيذ معانا، وفي نفس الوقت بنجز جوه طبعا الهدوم الصيفي وبلملم الهدوم الشتوي عشان انجز وقتي، لان طبعا كل ده بيبقى مجهود عليكي في الوقت ده. وبكده بقى يا امارات اكون انجزت يومي معاكم وانجزت روتيني، وتكوني اتشجعتي ان شاء الله كده وخدتي طاقه ايجابيه. عايزاكي بقى لو وصلتي معايا لحد كده ما تنسينيش بقى باللايك، وطبعا لو انت اول مره تشوفي قناتي تنوريني بالاشتراك يا جميله. وعايزه اعرف بقى مين فيكم طلع الهدوم الصيفي ولا لسه بداتوش فيها. طبعا لو ما بداتوش فيها الجو خلاص بقى بدا صعب جدا، والدنيا بدات تبقى حر جدا. لو هتقومي كده تتشجعي ان شاء الله بقى وتطلعي الهدوم بتاعتك وتبداي ترتبي دولابك، وطبعا اللي طلعته تقولي لا انا سبقتك وطلعت روتيني وكنت اشطر منك. طبعا ربنا يديكم الصحه جميعا ويعينكم ويقويكم كده يا امارات. بص عايزه اقول لكم كان فطار بسيط جدا جدا، مش حاجات كتير، بس برضو مش حاجات ان هي نواشف من بره او اشترينا اكل جاهز، لا وفرنا عن نفسنا كده في البيت وعملنا شويه مكرونه زي ما قلت لكم، بنحب شوربتها كده تكون كتيره شويه، والستريبس جنبيها كل واحد هياخد له قطعتين وكده نعمه ورضا. والحمد لله. وبكده اكون خلصت روتيني معاكم، اشوفكم في يوم جديد وروتين جديد، مع السلامه.